لو عندكم أي حدا ما بياكل تونة معلبة جربوا معه هاي الطريقة، مستحيل يقدر يعرف إنه هو عم بياكل تونة. وغير هيك ما بتتخيلوا قديش زاكية. عندي نص بقدونس وحبة فلفل حار وحدة وقطعة من البصل الأخضر. وضروري بعد ما نخلص غسيل الخضرة وننشفها ما نترك فيها ولا نقطة مي، وبنفرم هاي الخضار كتير ناعم. وبصفي علبة كبيرة من التونة من الزيت أو المي اللي كان فيها، بعدين بضيفها على الخضرة اللي قطعناها. بحط عليهم رشة من الملح وعصير ليمون، وبطرف المعلقة كمون مطحون، وبطرف المعلقة كمان جوز الطيب، ومعلقة صغيرة فلفل أسود، ومعلقة صغيرة من بودرة الثوم، ومعلقة كبيرة من أي نوع جبنة سائلة أو كريمية. وبدق نص كاسة من الجوز دق ناعم كتير، وبضيفه لباقي المكونات. قبل ما أبلش أعجن هذا الكباب بجهز جنبي صحن فيه طحين أو طحين الذرة، ضفت عليهم معلقة من الفلفل الأسود ومعلقة من الملح. بقلب كل شيء جوا هذا الصحن وبخليه جنبي عشان كل ما أخلص حبة من الكباب أنزله فيه. بقلب الكباب شوي في إيدي، بخلط كل المكونات اللي حطيناها، بعدين بضيف لها معلقة صغيرة من النشا وبكمل عجن لحتى أحس إنه الحبة صارت متماسكة. وهي الكمية بتعمل لي 3 حبات من الكباب. فكل ما أخلص حبة بحط شوية مي على كفة